السلام عليكم وصحة فطوركم. هنايا راني ندير مونتاج مول الفطور، دونك صحة فطوركم. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب يا كريم. كما راكم تشوفوا مازلنا مع حلويات العيد، وهذه الحلوى ما خصكمش تراطوها. اللي مازال خصها تزيد نوع واحد تاع حلوى ولا زوج، هذه خاصها تكون في لا ليست. شابه بزاف، قد ما راكم تشوفوا فيها تبان برستيج، قد ما هي ما كانش اسهل منها، والبنه ما نحكي لكمش. اللي باقي لها شويه صوالح حتى كاطو كاع تقول كملت، وباقي لها شويه صوالح حتى كاطو اتنوض توجد. هذه سهله ماهله. المهم ها حليتها لكم، شوفوها كي دايره من الداخل. ما نزيدش نحكي اكثر من هاك، ما نطولش عليكم، ويلا ندخلوا لا كوزين نوجدوها مع بعض وتشوفوا مقاديرها البسيطه. هنا العجينه نستحقوا 125 غرام تاع زبده طريه ولا مارغرين طريه، مع رشه ملح، ربع كاس تاع زيت، لافاني، ونحاولوا ندخلوا هذاك نخدموه مليح داك الزبده تاعنا ولا المارغرين اللي تكون طريه مع الزيت، نخدموه مليح، ندخلوا كل شيء في بعض. نديروا السكر كلاص، عندنا نص كاس سكر كلاصي، نخلطوه مليح، هو اللي يعاوننا باش يدخل هذاك مليح الزيت مع الزبده. نزيدوا حبه بيض، نستحقوا غير حبه بيض في هذه لا غوسيت، هذه تخرج لنا قريب 60 حبه تاع حلوى. عندي هنا زوج مغارف كبار تاع جلجلان مقلي ومطحون، طحون مليح، نص كاس مايزينا، ندخلوها ونبدو نزيدو في الفرينه. ونديرو نص كيس تاع خميره الحلويات، نص كاس ففاره اللي هو 5 غرام. خلطو مليح، والفرينه نزيدو على حساب العجينه، ما نشفوهاش بزاف وما نخلوهاش تانيك جاريه بزاف. المهم تكون ملمومه، ما رانيش نعجن هنا، غير نلمو مليح وصاي. ونبدو نجيبو لي مول تاعنا، هادو اللي غادي نوريهم لكم تاع الكوكياج، ونبدو نديرو دي بول بلا ما نسحقوش ندهنوا المول، نديرو دي بول هكا على حسب ما يعمر المول، نحدوه ونقلعوا الزوائد هادوك. كما راكم تشوفوا حنا سرعت الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل، و او ميم طون باش عارفه بلي هادو كاع السيدات يعرفوا هذه العمليه تاع كيفاش تعمري لي مول تاعك، تاع كيما نديروا القنيدلات، كيما نديروا الكاطو تاع الكوكياج. المهم وغادي نديروهم يطيبوا في فرن بدرجه حراره 180. هذاك لو طون غادي نوجدوا الحشوه. درت هنا كاس تاع كاوكاو، اللي تبغي المكسرات كاوكاو لوز اللي بغيتي، محمر ومطحون هكاك مدشش كونكاسي. زدت عليه كاس تاع قطايف محمصين، كاينين باعوا محمصين ولا شريهم وحمصيهم وحدك. درت 2 مغارف كبار تاع جلجلان مطحون ومحمص ومطحون، 2 مغارف تاع حلوه الترك، ونبدا نلم بالكراميل، سوا صوص كراميل تصنعيها نتيا ولا اللي تتباع ولا نيسلي كراميل. المهم هذه حتى نلم كما راكم تشوفوا، ما تكونش تتلصق وما تكونش يابسه بزاف. غادي تشوفوا القوام تاعها كيفاش خاصه يكون. حتى تشوفوها تتلمد هكا صاي. دروك هذه الحلوه تاعنا شوفوا كيفاش تحمرت غايه. غادي نجيب هذا كراميل، توفي كراميل ولا درت هنا تاع الكابريس، نديرو شويه من الكراميل تاعنا في الفون تاع هادو لي بتي تارتلات. نديرو الكراميل تاعنا
ونجيبو هذاك المول تاعنا اللي خدمنا به لاباط، غادي نديرو بلاستيك ونديرو هذيك العقده تاعنا، نبلعو بالبلاستيك ونحاولوا نضغطو مليح مليح باش يترشم هذاك الرشيم تاع المول في البلاستيك، في العقده تاعنا كما راكم تشوفوا هنايا، ونحطوها من الفوق بهذه الطريقه سهله ماهله. دونك درنا الفون هذاك، في الفون درنا الكراميل، ومن بعد نحاولوا بهذاك لو مول نضغطوا في وسط بلاستيك على العقده ونديروها من الفوق. ومن بعد غادي نشوفوا من الفوق التزيين كيفاش غادي نزينوها، نضغطوا مليح باش يدي هذيك لا فورم تاع المول تاعنا. وهنا هي الحلوى تاعنا في طبق التقديم، غادي تزوقوها وتزينوها باللي بغيتو، كل واحد على حسب مقدوره. وهذه هنايا تشرو باغ اكزومبل غير 10000 بيستاش، 10000 لوز، 10000 قرقاع باغ اكزومبل، وتزوقوا بلي بغيتو. تبغي ديروا حبه لوزه في الوسط، تبغوا ديروا حبه قرقاعه، تبغوا ديروا غير هكاك هذوك لي بيرل كما بغيتو. هنايا درت كل حبه ودرتها كيفاش كاين، هذيك درت فيها غير نص تاع بيستاش كما كتشوفوا، وهذيك الورقه دوغي، ولا اللي عندكم الورد هذاك، ولا عندكم حبه لوزه، حبه كوكاوه، نص كوكاوه كما بغيتو. تبغوا ديروا غير زيكزاك هكاك بالشوكولا نوار ولا بيضه ولا كما بغيتو. المهم هذا كيبقى اختياركم، المهم كل شيء راه في البنه. والتزيين بيان سور يكون عندها رول على حساب كل واحده، على حسب مقدوره. هنايا بيان سور خصني نقسم لكم حبه باش تشوفوها من الداخل. كما راكم تشوفوا الفيديو راه يبين كل شيء بلا ما نحكي على البنه، على لا تكستور، على كل شيء. المهم اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لي جيم وتبارطاجوا الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.